الفيديو ده هو الفيديو رقم 3 لدروس اتعلمتها في 2024. حضروا حاجة تشربوها وتعالوا نتكلم شوية. في رول كده بتقولك ان كل حاجة بتستخدمها بتقوى، زي بالظبط لما تكون بتستخدم مخك في عمليات حسابية فتلاقي نفسك بقيت بتحسب بشكل أسرع بكتير من الأول. الصبر عامل زي كده. الصبر عضلة بتتمرن مع الوقت والمواقف، بس مهم قوي ان انت تكون فاهم ان الحياة هتمرن لك العضلة دي بالذوق او بالعافية. لو ركزت شوية هتلاقي ان انت محتاج الصبر في كل حاجة في حياتك، مذاكرة، شغل، علاقات، اهداف، اي حاجة بتحلم بيها او اي حاجة بتمر بيها هتبقى عايزة صبر. الصبر من الحاجات اللي محتاج تفهم انك هتتعلمها بالذوق او بالعافية. الحياة هتعلمها لك. طب خليني اسألكوا على حاجة، هل كل حاجة انا عايزاها دلوقتي هتحصل حالا دلوقتي؟ يعني انا عايزة اخف من علاقة معينة او حاجة معينة جرحتني، هدوس على الزرار فهتخف؟ او اسعى مثلا لهدف معين والهدف يتأخر شوية؟ طيب انا ساعات كتير ممكن اعمل كل اللي عليا واللي عايزه ما يحصلش دلوقتي حالا. اعمل ايه؟ مفيش حل غير الصبر. لو عايز تمشي في اي طريق طويل في اخره نجاحات او علاقات كويسة او تحقيق لهدفك او نجاح في المذاكرة اللي بتذاكرها او وصول للشغل اللي انت عايزه او لأي حاجة انت بتحققها في الحياة، الحل مش هيجي غير بالصبر. الحياة اصلا لونج جيم، وكل حاجة مهمة في الحياة مش هتجيلك غير بالصبر. سمعت يوتيوبر بيتكلم عن الصبر، كان بيحكي انه كان قاعد مع شيخ بيتكلم مع الشيخ ده في ذنب معين. الشيخ بيحاربه بقاله 20 سنة. تخيلوا واحد بيحاول يحارب ذنب بيعمله 20 سنة. كم مرة فكر ييأس؟ كم مرة فكر انه مش انت حاولت وما نجحتش؟ كم مرة فكر انه ما يمكن ربنا مش عايز انه يخليني اتوب عن الذنب ده اصلا؟ انتوا متخيلين واحد بيجاهد نفسه 20 سنة عشان يبطل ذنب؟ رقم كبير، رقم مرعب. عمر واحد 20 سنة بيجرب ويقع، 20 سنة بيجاهد نفسه، 20 سنة أكيد جه عليه أوقات يأس فيها أو حس إنه هو خلاص أنا مش عايزة أحاول تاني. فعشان تكون شخص بيحترم صحته النفسية وعايز يحافظ عليها اللي هي ما تقلش أهمية خالص عن صحة جسمك، محتاج تتعلم تلعب اللونج جيم، وتعرف إن أي تطور أو أي حاجة مهمة هتحصل في شخصيتك وفي حياتك وفي علاقاتك وفي طبعك، لو انت عندك طباع معينة في شخصيتك عايز تغيرها، مش هتحصل غير بالصبر. فلو لقيت نفسك بتفرك في حاجة ومش قادر تصبر على النتيجة ومش قادر تصبر تكمل الطريق لحد آخره، أيا كانت الحاجة دي هي ايه، خليك عارف انك محتاج تدرب نفسك على الصبر، وان الإنسان حياته ونفسيته فيهم تعقيدات كتير، كلهم محتاجين صبر، وإن ربنا في الأساس خلق الصبر عشان يهذب البني آدم ويعلمه حاجات في حياته مش هنتعلمها كلنا إلا بالصبر. فيديو النهاردة خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، ولو حاسين إن في حد محتاج يسمع الكلام ده ابعتوه له، وما تنسوش إنكم تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوز أكتر. لو حد حابب يحجز معايا كوتشنج سيشنز اونلاين يبعتلي على الأرقام اللي هتظهر عندكم في الشاشة. أشوفكم الفيديو اللي جاي.